حبايب تيتا ميمي، رحل عن عالمنا النهاردة يوم الجمعة 19 إبريل الفنان القدير والمحبوب عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني. توفى وعمره 81 سنة. من فضلكم حبايبي ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تيتا ميمي الجديدة. والفنان صلاح السعدني أخو الكاتب محمود السعدني، وهو اسمه الحقيقي صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني. والفنان صلاح السعدني اتجوز مرة واحدة وعنده ولد وبنت، وابنه هو الفنان الصاعد أحمد السعدني، وهو طالع لأبوه في وسامته واحترافه للتمثيل. وصلاح السعداني حصل على بكالوريوس زراعة وهو من محافظة المنوفية، وصاحبه وحبيبه الفنان عادل إمام، وكانوا متخرجين سوا وكانوا بيمثلوا مع بعض في مسرح الكلية. صلاح السعداني عنده موهبة كبيرة وكاريزما جميلة تخلي كل اللي يشوفه يحبه، حتى جيرانه كانوا بيحبوه جدا وبيروح عندهم ويحبوا يأكلوه فطير مشلتت. وقدم أعمال كتيرة جدا، حوالي 200 عمل، 35 مسرحية و45 مسلسل و70 فيلم، وقعد مدة 60 سنة متعنا بتمثيله الجميل المقنع. ومن بداياته في مسرحية لقندة الفردوس اللي كان قايم ببطولتها عبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي، وشارك خلال السبعينات بأعمال ممتازة وجميلة خالص، ومنها الرصاصة لا تزال في جيبي والعمر لحظة. واشتغل بالمسرح في الأول وبعدين في التلفزيون، وشارك في مسلسل الضحية والرحيل ومسلسل لا تطفئ الشمس والقاهرة والناس. وما ننساش دوره في مسلسل الأرض وهو كان لسه صغير، واستمر بنجاحه في السبعينات والثمانينات بمسلسل أم العروسة وقطار منتصف الليل وأبنائي الأعزاء شكرا والزوجة أول من يعلم. وكمان في مسلسل زمان جميل جدا اسمه أرابيسك، وكان قايم بالبطولة وكان جميل خالص، وكان فيه أجزاء كتير وكنا بنقعد حوالين الشاشة ونتفرج عليه وإحنا كلنا مبسوطين. وأهم أعماله جميلة ليالي الحلمية، وكان قايم بدور العمدة سليمان غانم ابن البلد الأصيل، وأطلق عليه عمدة الدراما المصرية. والدور ده اللي كان هيعمله سعيد صالح واعتذر عنه، وعمل الشخصية بداله صلاح السعدني وحقق فيه نجاح كبير، وكان من أنجح المسلسلات في الدراما المصرية. وكان في مسلسل كمان اسمه الأصدقاء، وكان قايم ببطولته 3 أصدقاء وهم صلاح السعدني وفاروق الفيشاوي ومحمد وفيق. وكان من أجمل قصص وحكايات ل3 أصدقاء بيكونوا سند لبعض دايما. وآخر أعمال الفنان صلاح السعدني مسلسل القاصرات في سنة 2013، وكان بيحكي إن والدته اتجوزت من والده في عمر 12 سنة وكان عمر والده 15 سنة، وكان بيقول إنهم هما الاتنين كانوا من الأرياف، ودي التقاليد في الوقت ده، وده كان مجرد طفلين يتحملوا المسؤولية بدري. وقال عن ابنه أحمد السعدني إنه فخور به جدا لأن ابنه مش عايز يشتغل معاه وعايز يعتمد على نفسه في مشواره الفني من غير مساعدة منه. واعتزل الفنان صلاح السعدني التمثيل من 10 سنين وعمل عيد ميلاده 70 وبعدها غاب عن التمثيل والإعلام، وكان نفسه يعمل شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، وهو كان بيقول إنه كان بيعشقه لأنه من أبناء الثورة، ثورة 23 يوليو. وعشان جمال عبد الناصر كان حليف الفقر في مصر، والفنان صلاح السعدني هو كان من أجمل ذكريات الزمن الجميل. البقاء لله وحده، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ونصيحتي ليكم حبايبي إننا نترحم عليه، هو حبايبه كتير علشان نلاقي اللي يترحم علينا.